السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير دائما وابدا. فيديو جديد وروتين جديد ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى الجمعة، جمعة مباركة عليكم وان شاء الله دايما تكونوا بألف خير. يا ريت بقى كده اللي لسه بيشوف القناة بتاعتي لأول مرة يا ريت يشترك فيها، ولو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك للفيديو لو لسه ما حطيتوش، والناس اللي مشتركه من قبل كده يا ريت تلغي الاشتراك وترجع تجدده تاني علشان يوصلكم اشعارات بكل جديد. النهارده بقى الجمعه زي ما احنا شايفين كده، يعني انا من امبارح بالليل بصراحه وانا ناويه ان انا هعمل الحاجات دي الصبح. تمام، ان شاء الله كده تطلعوا مستفيدين من الفيديو وتاخدوا منه طاقه وايجابيه كده وحماس، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا باذن الله. اول حاجه ان انا حطيت بخور كده على النار، والصلاه بقى كانت شغاله، يعني انا صحيت من قبل الصلاه كده بشويه، وبعدين قلت بقى كده ايه ابخر الشقه. حطيت شويه بخور على شويه ملح كده عشان ايه يطقطقوا بقى كده والدنيا تبقى جميله معانا. وفتحت الشبابيك بتاعت الشقه كلها، حتى باب الشقه كمان فتحته، وقلت عشان البخور كده ايه بقى يطرد بقى كل حاجه وحشه كده من قلب الشقه، وشغلت قرآن. وبعد كده جوزي بعت لي فطار بصراحه، قلت هقعد افطر انا والولاد الاول، واقوم بقى كده اشوف يومي هيبدا بايه، ونصلي بالرحمن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا هنا وياسين كده لسه كانوا صاحيين من النوم، وقعدنا بقى فطرنا والحمد لله، وكل واحد قام انتشر بقى، انتشرنا كل واحد قام شاف هيعمل ايه. ولادي بقى قاموا كل واحد، هنا طبعا مسكت الاوضه بتاعتهم كانت بتنظف فيها، وياسين بصراحه يعني ناولني حاجه ياسين، شيل حاجه ياسين، بيعمل معايا. انا اصلا معوداهم ان احنا كلنا كده نساعد بعضينا، اما اكون بعمل حاجه بشاركهم معايا، حتى لو مثلا عندنا درس، يلا ياسين رتب الصاله، يلا يا هنا روقي اوضتك وانا هروق الاوضه بتاعتي والبس سيله واظبط الدنيا علشان ننزل ونسيب الدنيا نظيفه. فالحمد لله معوداهم على كده، والحمد لله يعني معوداهم ان احنا لازم كلنا نساعد بعض عشان يطلعوا كده برضو متعودين ان هم يقدروا يشيلوا مسؤوليه، حتى لو بيتعودوا بحاجه بسيطه ولكن يقدروا يشيلوا مسؤوليه. اتكلمنا عليهم كتير، تعالوا بقى خلونا في الفيديو بتاعنا. بصوا بقى انا غسلت السجاد بتاع الشقه، كنت يعني موديهم يتغسلوا، وكمان الستاير بقى خلاص عايزه اغيرها كده، خدت وقت كبير بقى كده، عايزه اشيلها واغسلها. والركنه بقى كده كانت مطربه حاجه بسيطه بصراحه، بقى جبت شويه دوني كده وشويه ميه وعليهم شويه اريال، وجبت الليفه بتاعه المواعين، ورحت ماسكه الركنه بقى كده ايه مديها تلميعه حلوه. انا نكدت الصاله حرفيا، مسكتها كده خليتها فله مفلفله. وقلت بقى ان شاء الله عشان الاوضه بتاعتي عايزه اغير النظام بتاعها وافك السرير وافك الدولاب، فهتاخد مني وقت شويه. قلت هعملها بكره باذن الله، كنت ناويه اعملها هي كمان النهارده، ولكن قلت لا طبعا انا مش هعمل كده وادوخ نفسي حاجه حاجه، عشان برضو بنتي والدنيا زي ما انتوا عارفين كده، يعني معايا طفله صغيره وكمان بعمل اكل وشرب، فلازم ادي وقت للحاجات التانية، يعني اقسم الوقت بتاعي كده. غسلتها بقى كده غسله كويسه جدا تمام. وكمان بقى ايه قلت انا هشيل الشبابيك اغسلها، اول مره اشيل الشبابيك من ساعه ما خدت الشقه، كنت بنفضها والمعها كده وهي محطوطه، ولكن انا بقى قلت لا انا عايزه اغسلها بالمره بقى كده عشان ايه ابقى راضيه عنها يعني. بصراحه كده ان انا جوزي تعبان شويه، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويشفي كل مريض. امبارح بالليل راح كشف وجاي كده تعبان تمام، و ووارد ان حد بقى يجيله او يجي يشوفه او الكلام ده. فانا بصراحه كنت لسه مش هعمل الصلاه غير والا قبل كنت عايزه اعملها يوم السبت او يوم الاحد، اما نخش في المدارس كده ما نخش في الجد شويه. ولكن بقى ايه، يعني حبيت الارض وهي مش مفروشه، كانت جميله كده ومرطبه والدنيا مرطبه، فقلت لما الجو يبدا يسقع ابقى افرش واظبط الدنيا. ولكن بقى قلت لربما حد يجيله او حد يجي يزوره او الكلام ده، ما يبقاش الدنيا عندي مبهدله ومبحككه، ومحدش طبعا هيقولك بقى ايه ان انا منتظره المدارس او ان الارض حر او الكلام ده كله. اللي هيقولك ايه هي قاعده معفنه وسايبه الدنيا تضرب تقلب كده وقاعده بتعمل ايه. احنا لينا الظاهر وبس، واكيد بقى مش كل حد هيجي يتكلم، ده اذا حد جه يعني هفضل اشرح له انا عامله كده ليه ولا مش عامله كده ليه. فقلت لا انا اقوم بقى كده اظبطها واعملها عادي، واغسل وافرش السجاد واظبط الدنيا وكده كده. عامه انا يعني ايه ما بحبش بالذات اشوف السجاد مش نظيف، اول لما بيتوسخ بشيله اغسله تاني، يعني لما يتوسخ اشيله تاني، ايه المشكله. والفرش بتاع الركنه دي كده كده بحطه في الغساله، يعني ما هوش مش بغسله على ايدي يعني ولا حاجه. تمام.
هاتي السيرم من هناك ده عشان احط لك منه في شعرك. فقلت بقى كده ايه هفرشهم. مسكت برضو المكتبه ديت علشان هي جنب الشباك، وانا طبعا على طول فاتحه الشباك، حرفيا كانت مليانه تراب، والله بلمعها باستمرار. وهنا بنتي بتمسكها بجد، بتخليها فله حقيقي. هنا بحبها قوي تلمع لي المكتبه دي، بتمسكها اي نعم بتاخد فيها ممكن ساعه، بس بتمسكها حته حته، وكل الحاجات اللي فيها بتلمعها بتخليها لي فله. حتى قلت لها تعالي هنا اعمليها، قالت لي يا ماما عايزه اعمل اخلص الاوضه بتاعتي يعني. فقلت لها خلاص مفيش مشكله. كنت عايزه اديها عشان هي بقى ايه عندها صبر كده وطولة بال، وانا مش من النوعيه دي خالص. هي ممكن طالعه لاختي شويه رايقه كده في نفسها شويه يعني، فايه هي بتشوف الفيديو ده اكيد دلوقتي وتيجي دلوقتي تقول لي رايقه ماشي. فبالها طويل يعني، فبديها الحاجات اللي هي ايه تاخد وقت دي، بس بتطلعها في الاخر كويسه يعني صراحه. جمعت فيها كل حاجه بقى كده زي ما انتوا شايفين، وشلت بقى الشبابيك غسلتها، هغسلها في الحمام كده واظبطها. المهم انا بحب اغسل كل حاجه واعيد على كل حاجه كده وامشي ايدي عليها، في الاخر بطلع بنتيجه تحفه، وريحه في الشقه مريحه جدا جدا جدا. عارفين انتوا ريحه النظافه؟ عارفين انتوا ريحه الحاجات المغسوله بقى، والسجاد نظيف والستاير نظيفه والفرش الركنه نظيف؟ عارفين انتوا ريحه العيد؟ ايوه انا عايزه اجيبها. عارفين روايح العيد الجميله التحفه دي؟ هي بقى روايح العيد الجميله التحفه دي. بحبها، بحب اشمها طول السنه على فكره، مش بس في العيد، انا بحب اشمها طول السنه. دعواتكم لجوزي بالشفاء، ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض، علشان هو تعبان يعني شويه الحمد لله. ونحمد ربنا والله العظيم. اليوم ده انا حصل لي فيه كام حاجه كده ليهم العجب يعني. ممكن تكون حاجات بسيطه، بس المفاجاه ان هم حصلوا ورا بعض. يعني امبارح بالليل يوم الخميس، ليله الخميس دي بالليل حصل عندي كام حاجه كده غريبه. اولهم الترابيزه اخت اللي فوق الكنبه دي، انا عندي منها 3 مقاسات. الترابيزات دي ضد الكسر، انا شارياهم ضد الكسر يعني. بصي تتنططي تتشقلبي تطلعي تنزلي عليهم ما بيتكسروش، ده حقيقي يعني. كنت جايباهم من على النت بس هم حلوين جدا. هنا شايلاها قامت الترابيزه واقعه، والله العظيم الازاز ده اتكسر اكبر حته فيه يعني، مش قادره اقول لكم. يعني انا مصوراه بس ما رضيتش انزله في الفيديو عشان يعني ما حبيتش المنظر مش حلو يعني. اتفشفشت. بعديها كده تاني بشويه جيت جايه بحط الاكل في الصينيه ملامين كده اتكسرت نصين. قلت عادي الحمد لله يعني مش مشكله. بعديها بشويه لقيت جوزي جاي من بره كاشف وتعبان، والحمد لله يعني اللهم لك الحمد، عنده طلع زي حصاوي يعني على الكلى والكلام ده. فالحمد لله وارد برضو، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويشفي كل مريض، كل ده طبيعي. الحزن بقى، الحزن ده الحزن المغلي زي ما بقوله، التليفون بتاعه كمان ضاع منه وهو بيكشف، ما هوش عارف نسيه في التوك توك ولا إيه، وقع منه في الشارع ولا ايه الله اعلم، بس هو ما لقاش التليفون، طبعا تليفون غالي يعني. تمام. فكل ده كده في ساعة تقريبا، في ساعة جايه انور كشاف الصاله. الكشافات نورتها لكم في اول الفيديو عمال يبربش، الكشاف اتحرق، مع ان برضو الكشافات دي يعني اللي هي بضمان والشغل ده. فاللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه الحمد لله. قضاء اخف من قضاء وراضيين طبعا والحمد لله. هو الواحد بس بيتخض لما يجي كذا موقف ورا بعض كده، حتى لو هما بساط بس ورا بعض كده بيخضوا. عارفين انتوا ده اللي انا كنت فيه، والله كنت حاسه ان انا مخضوضه كده، ولكن الحمد لله يعني ايه الحمد لله على كل شيء في الاول وفي الاخر، ده فضل والله وخير من ربنا، اللهم لك الحمد. مش عايزه اديكم طاقه ايجابيه طاقه سلبيه والله العظيم، بس انا بحكي لكم بجد على حصل معايا واللي انا مستغرباه يعني. عارفين انتوا اللي انا مستغرباه ان هو ورا بعضه كده، فالحمد لله. هنا بقى انا دخلت الحمام، خدت الشبابيك كده في البانيو، قلت بقى ما اديهم كده دعكه كده حلوه كده. تسلم ايديا والله العظيم، والله العظيم تسلم ايدك يا بنت يا ام ياسين، والله ما حدش مقدرك في البلد دي انتي. لا 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 يلا مش مشكله، مش حكايه. وانا قاعده بقى كده خلاص خلصت الشبابيك، لقيت الباب بيخبط. من بالباب؟ لقيناها مين؟ امي ست الحبايب يا حنونه. امي بقى لقيتها جايه كده، لما كلمتها وقلت لها ان حماده تعبان والكلام ده، لقيتها بصراحه يا عيني جايه تجري والله العظيم. ماله؟ الف سلام عليه، ربنا يخليه لاولاده. وبعدين قلت لها معلش ياما عايزاكي تجيبي لي حاجات من السوق وانت جايه علشان اعمل له اكل يعني وكده.
عايزه بقى ايه شوربه خضار، هاتيلي شوربه خضار، وهاتيلي ايه معاكي فراخ بلدي كده، اعمل له ايه فرخه بلدي وشويه شوربه وشوربه خضار كده، عشان الدكتور برضو قال له مسبك والحاجات دي كلها ممنوعه. فقلت بقى ايه اعمل له كده حاجه خفيفه يعني. جابت والله الحاجات وجابت لي معاها عنب وحاجات، وجايه بقول لها ايه ياما جبت بكام؟ قالت لي والله ما اخد حقه، تحرمي عليا ايه ومش ابني ولا ايه؟ بس يا بنتي يا هبله انت يا ربنا يديك الصحه والله. امي بصراحه بالنسبه لي المنقذه، ربنا يا رب ما يحرمني منها ابدا. ممكن اكون بتكلم عليها كتير او في الفيديوهات، بس فعلا هي شغله مكانه كبيره جدا 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 في حياتي حقيقي. مش علشان بتعمل معايا او مش بتعمل معايا، لا هي امي دي حبيبتي بجد بمعنى الكلمه. بصراحه بعتمد عليها في حاجات كتيره جدا جدا جدا. ويعني عارفين لما تكوني مطمنه بحد ان هو جنبك كده على طول في كل حاجه، هي امي كده. لو محتاسه وطالع عيني في حاجه ومش عارفه اعمل ايه وعماله افكر، مجرد بس ما ارن عليها في التليفون تعرفي كذا كذا، تقولي طب يا حبيبتي مالك معقده الدنيا ليه؟ كذا كذا هعملهولك في ثانيه، مش عارفه ايه صراحه يعني. فلما كلمتها بقول لها معلش لو في ناحيه السوق ممكن تجيبي لي حاجه، قالت لي يا حبيبتي ولو مش ناحيه السوق انزل لك مخصوص. يا رب يديك الصحه والعافيه وما يحرمنيش منك ابدا. يا احسن واحن واطيب ام في الدنيا كلها بجد. شفتش حد في حنيه امي حقيقي. كل واحد امه غاليه عنده وعزيزه عنده وبيشوفها احسن ام في الدنيا، بس بجد امي حنينه 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 حنينه، حنيه مش طبيعيه والله العظيم. كل اللي بيعرفها قريب او غريب بيقول عليها كده. قعدت بقى كده قالت لي هاتي شوربه الخضار دي يا صابرين هعملها لك اقطعها لك واظبطها لك كده وانا قاعده. وقلت لها ماشي ياما خديها اعمليها. وطبعا قاعدين هنا بقى بنحكي انا وهي وانا بلبس كده الوشوش دي. كانت خلاص بقى انا غسلها وريحتها جميله بتدوني كده مخليها فله. وقعدت احكي انا وهي، وهنا بقى عماله بتروق الاوضه بتاعتهم، رحالي جايه لي زي ما انتم شايفينها كده. تمام. نزلت الستاير بقى بعد ما خلصت كده تركيب، قلت بقى انزل الستاير دي علشان خاطر ايه هركب الستاير الغيار التاني. انا كده ما شاء الله عندي غيارين ستاير، الغيار ده والغيار التاني اللي انا كنت خلعاه ده كانت ام احمد جايبهولي لما كنت عندها في الامارات. تمام. يعني انا عندي غيارين ستاير ان وانتوا لا انا بنزل الستاره بالمقشه زي ما انتم شايفين كده، واركبها وانا واقفه تحت عشان ما افضلش واقفه بقى فوق كده ورقبتي تتخلع يعني. بالذات ان انا ما عنديش اللي هي اسمها ايه بتاعه الستاره، بلتكانه دي. فبالنسبه لي الموضوع بيبقى سهل جدا، وما بحبش البلتكانات دي. اي نعم بتدي شياكه وجميله وكل حاجه، ولكن بالنسبه لي بتصعب عليا كده وانا بعلق الستاره، مع اني عايزه اعمل واحده عشان يبقى شكلها حلو، بس انا ما بحبهاش. يعني لزام الشياكه بس انا مش بحبها. خلاص بقى ظبطت الستاره كده ورحت من بعيد ولقيتها كده مظبوطه وشكلها جميل. قلت لها يلا يما بقى كده معلش من غير ما ترد قومي من الصاله عشان عايزه افرش السجاد. لان سيلا كانت عماله تعيط منهاره اليومين دول، بتعمل كده عمايل مش طبيعيه وتفضل تزن كتير جدا جدا. السجاد بوديه عند الراجل تقريبا، خد في السجادتين دول 95 او 80 حاجه كده، وبيرجعهم لي قشطه. التصوير ظالم جدا لان طبعا اللمبه اللي هناك في الجزء دوت محروقه مش شغاله، وانا بقى صورت على الضلمه كده وخلاص، وان شاء الله بقى الفيديو يطلع جودته حلوه. خلصنا وخلينا الدنيا زي الفل كده. امي كانت والله في المطبخ بتغسل لي المواعين ربنا يديها الصحه. وده كان الروتين بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو وطلعتم مستفادين منه يا ريت تحطوا له لايك وما تنسونوش